احمد او مؤمن. لو انا دلوقتي مثلا مصاحب واحده، الواحده دي البيت كله عندها عارف احمد، مش صاحبه مش قايله لابوها ولا لامها ولا اخوها ولا يبقى هي بتعمل حاجه غلط، يبقى هي عارفه انها بتعمل حاجه غلط. لكن وانس ان البيت عارف وكل حاجه، يبقى فعلا اللي بتعمله ده مش غلط. ليه؟ هي اللي حد بيعمل حاجه غلط ما بيقولش عليها، يبقى خايف، بيعمل في السر وبتاع ويقابل في السر وبتاع. لكن الام واثقه في بنتها وعارفه ان نازله رايحه الجامعه قاعده عادي ما بتعملش حاجه غلط، ومكان جامعي ومكان عام وشباب قاعدين الناس كلها قاعده وبتاع. بس الاهل طبعا ليهم خبره في الحياه، عارفوا الواد ده، عارفين اذا كان هو فعلا واد مش كويس ولا واد كويس. فاهمني؟ لكن البنت اللي تنزل تقابل ولد من ورا اهلها ومن ورا ابوها، لا دي كده ايه في سكه ثانيه. ده بقى اللي انا قصدي عليه. طيب مؤمن، الاهل على كلام احمد يعني هاخد منه السؤال، هل لو الاهل شايفين ان ده عادي يعني بنت تنزل عارفه احنا عارفين فلان فمصاحبين بقى، ايه المشكله في ده؟ انت شايف ان الاهل دول صح اصلا؟ زي ما كان في اتصال من اخت قالت موضوع الاهل، احنا لازم دي طبيعه، احنا بنعمل كده عشان انا دخلت الجامعه لقيت ان في ولاد وفي بنات، في احتكاك بين الولد احتكاك بين البنت، حاجه طبيعيه جدا. حاجه اتفرضت عليا. لا هي ما اتفرضتش عليك، احنا اللي رحنا لها. لا هي كواقع احنا رحنا لها، هي كواقع، هو ده اللي موجود، احنا رحنا لها صح. بالظبط. طب ليه اصلا ان انا صاحب، يعني ليه انا اتعرف على بنت؟ يعني اديني سبب. انا بقول لك، هو لو كان اخدت انها ستايل او شكل او ما احنا اتفقنا ان ده كله غلط، خلينا ده بنتكلم في الراجل نيته زي الفل ومالوش اغراض. ليه صاحب بنت؟ عشان عادي ده اللي حصل في طريقه في جامعه في مكان جامعي. الناس دلوقتي مثال، احنا شايفين قدام عينينا طريق، والطريق ده نهايته هنقع والناس كلها عماله تجري في الطريق وانا بجري، فانا قلت لك انت رايح فين؟ قلت لي ايه، ما هو الناس كلهم بيجروا، ما انت هتقع في الاخر، صح ولا غلط؟ احنا عارفين ان الموضوع الصحوبيه وان انا ابقى عارف بنت عارفين طبعا الموضوع عشان حرام. احنا مصريين وكغرب وكدين وكاسلام ماشي، انا معاك ان هو في ناس تقول لك لا يا عم مش كويس ابعد عنه، ولو ليا اخت لا ولا، بس ده واقع انت عايشه. انا معاك في ده غلط، بس احنا عايشين فيه. انا واحده احنا بنقول ان ده واقع وعايشينه بالظبط. بس هل الواقع اللي عايشينه يفرض علينا نعيش فيه ازاي، ولا احنا اللي نطوع الواقع اللي احنا عايشينه ان احنا نكون كويسين عند ربنا عند النبي؟ يعني انت تتخيل الشاب اللي مصاحب بنت والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا جماعه ما ينفعش ده، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث اني لا اصافح النساء، ما ينفعش اسلم على النساء مثلا، سواء بنت عمي بنت خالي طالما في سني، او حتى انا ما يحقش ليا اسلم على بنت خالي ولا على بنت عمي اصلا. تمام؟ طيب والنبي قال لنا الحاجات دي كلها، وان اكثر فتنه موجوده للرجال هي النساء، واكثر كل الاحاديث دي اللي بتقول ما ينفعش ده، ولا متخذات اخدان، ما ينفعش البنت تصاحب ولد او العكس. هل بالحاجات اللي بنعملها دي احنا متوقعين ان ربنا عز وجل احنا بنعمل حاجه العلماء متفقين على انها حرام؟ نقول العلماء متفقين على انها حرام، فاذا انا بعمل حاجه عشان دماغي وعلشان الواقع وعلشان وفي نفس الوقت الناس بتقول لك ده العلماء اللي بنتعلم منهم بيقول لك ان ده حرام، فانا بعمل حاجه ممكن تبقى بسطاني وعجباني، بس في نفس الوقت انا لازم افكر ان ربنا في نفس الوقت ده غضبان عليا. صح ولا انا غلطان؟ صح. لو انا قابلت النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى فرحان بيا ولا لا؟ يعني لو انت تخيلت انت ماشي مع صاحبتك ولقيت جدلا وشفت النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، هتقول له ايه؟ تقول له ده صاحبتي ويا رسول الله اصل دي مش صحوبيه، دي زماله ودي لا، مش هتقول كده. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر عندنا فطره، بطبيعه الفطره بتقول ما ينفعش، صح ولا غلط؟ صح. بطبيعه الفطره بيقول ان الكلام ده ما ينفعش. طيب سؤال بقى في الصميم شويه، انا اسال احمد، لو انت متقدم لبنت شايف ده اللي كنت عايز اكلمك فيه بقى كويسه و تسال عنها، قال والله ده كانت مصاحبه ولد ولا مصاحبه اثنين ولا كانت مصاحبه بيه، انت قول لي هتعمل ايه؟ ما انا بقول لك في فرق بقى، مصاحبه ولد يعني معروف في الكليه ده فلان وفلانه مصاحبين، ده طبعا نهائي لا، يعني فلان وفلان مصاحبين دي جو تاني ابعدنا عنه خالص، لان دي فعلا ده اللي بقول لك. طب انا هرجع لك تاني لان معانا اتصالين مهمين جدا. ماشي اوكي. الحاجه ايوه اتفضلي يا حاجه. السلام عليكم يا استاذ شريف. وعليكم السلام ورحمه الله. حقيقه انا مش هغيب، اول مره اسمع البرنامج ده، انا اهنئك عليه لانه ده برنامج فعلا قيم، بس انا صعبان عليا الشباب رفقا بالشباب وبالشابات لا يعلموا شيء عن الدين، فده ضروري يتعلموا الوعي الديني. صح. اساسا هناقش انا شباب لا يعلموا شيء والشابات لا يعلموا شيء، هو مفروض يتعلموا دينهم الاول صح. الولدين صعبانين عليا بس بصراحه هم كويسين على فكره. ربنا يجازيك خير، لانه الشباب والشابات محتاجين البرنامج ده ومحتاجين الوعي الديني عشان يعرفوا يمشوا صح، بس مش اكتر عشان كده واهنئك على هذا البرنامج. ربنا يجزاكم الله خيرا يا حاجه وفاء.
طيب اخونا اخونا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. لا حضرتك وطي التلفزيون. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك محمد من الغردقه يا فندم. محمد من الغربيه، اتفضل. من الغردقه. الجو عامل ايه في الغردقه؟ الجو زي الفل. عندنا حر قوي. اتفضل. زي الفل. حضرتك انا معجب جدا بالحوار. حضرتك سياق الموضوع في منتهى الجمال. الاخوه الزملاء اللي قاعدين برضو احمد ومؤمن واضح ان هم على درجه من العلم والثقافه، ولكن زي الاستاذ احمد والاستاذ مؤمن. وحضرتك الجزء اللي عايز اتكلم فيه، بس احنا بنحاور الاخوه الزملاء الاعزاء من منطلق ان هم دلوقتي يعني الواضح كده ان الوضع الثقافي العام يكاد يكون قشور. يعني حضرتك دلوقتي هم بيتعاملوا من منطلق دي بنت عايزه صاحبها، دي زميله ليا، دي صاحبتي، ده انا مرافق، ده انا مش عارف ايه. دخلنا في حدود وفي كلام وفي تايتل غير الوضع الثقافي بتاعه خالص اللي يمس الجامعه، وبدانا نخش في مجال تاني خالص. فهو الاخ يعني مشكورا لو عرف مبادئ زي الاخت الفاضله الحاجه عفاف لما قالت ان هو بس يبقى عارف دينه، يبقى عارف الحوار اصله ايه، تمام. ويبدا بعد كده يعرف مبادئ دينه ومنها يبدا يتحاور. فحضرتك دلوقتي هي ما هي الا قاعده. فحضرتك مشكورا، الله يبارك لك. الهدف من البرنامج زي ما انا شايف، وانا على فكره اول مره اتابع البرنامج مع سعادتك، وانا سعيد جدا 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 بيه. ربنا يكرمك يا حبيبي، شكرا جزيلا. قول لي، تتجوز واحده مصاحبه ولا لا؟ باختصار بقى يعني. بس هجيب لك من الاخر بقى. ترضى خطيبتك او زوجتك بعد كده تكون اتكلمت مع واحد حتى ان شاء الله يكون نيته انا اقول لك اهو، لو واحده مصاحبه ومعروف دول مصاحبين واثنين كده في جنب مع بعض، سيبك من دول، بتتكلم مع الصبيان عموما. انت هتعرف تتجوز ازاي؟ يعني لا دي لا هعرف. هعرفهم فين طيب؟ هقول لك على حاجه. اروح لوالدتي شوفي لي واحده اتجوزها. هقول لك على حاجه، شوف انا كلامي غلط ولا صح؟ قول لي طيب انت لما تيجي تخطب واحده هتقول لوالدك او لوالدتك انا عايز بنت ايه؟ متدينه وبنت ناس، صح؟ بنت ناس. هنروح ندورها في الجامعه ولا لما نسال هنلاقي؟ انت بقى ترضى ولا لا؟ انا ما ارضاش ان ارتبط بواحده او اتجوز واحده قبل كده اكون عارف ده وعارف ده وعارف ده. الموضوع طيب. يعني معروف، هو دي عرفت وعرفت. الخلاصه عشان وقتنا بيخلص. اه انت مقتنع اصلا ان يبقى في صحوبيه بين الولد والبنت ايا كان سببه او نوعه او اغراضه او اهدافه او ايا كان بقى انت مقتنع؟ بين ولد وبنت لوحدهم لا. لوحدهم لا. لكن لو جروب عادي. لو جروب عادي عشان ما يبقاش فيه خلوه طيب كويس. انا عارف ان ده غلط. تمام. الموضوع غلط، بس هو المجتمع فرض علينا حاجه زي كده. في ان احنا بنقابل في الجامعه الولاد مع البنات، فاحنا لازم اكيد نبقى في صداقه مع البنات. مش كل واحد هيمشي وشه في الارض وماشي ما بيتكلمش مع طب احنا ليه يا مؤمن بناخد الموضوع على ان الولد اللي مش مصاحب، خلي بالك من اللي انا هقوله ده عشان انت هترد عليا فيه انت واحد. ليه بناخد في حسباننا ان او احنا فاهمين ان الشاب اللي في الكليه او البنت، سواء البنت اللي لابسه حجاب كويس او لابسه نقابها او الشاب الملتزم او الراجل الشاب اللي عاوز يرضي ربنا عز وجل، يعني يبقى الجامعه هدفها ان انا بتعلم مش هدفها ان انا بصاحب. تمام. ليه انا باخد الصوره ان لو انا ما صاحبتش بنات يبقى انا ماشي وشي في الارض وماشي عمال اخرم في الطريق وانا ماشي عشان اخبط في حيطه في الاخر؟ هل الولد اللي مش مصاحب بنت انت شايف الولد لما صاحب بنت هو مبسوط؟ طب هل الولد اللي بيرضي ربنا عز وجل او البنت اللي بترضي ربنا ومش عايز تتكلم بنات والبنت مش عايزه تتكلم ولاد علشان حاسه ان ده غلط وعارفه ان ده غلط ومتاكده منه، فانا هدفي ان انا ارضي ربنا، هل هو كده مش سعيد ولا كده هو سعيد؟ سؤال محرج شويه. مش فاكر. هو مش محرج بس انتوا فكرتوا معايا فيه صح؟ هل هو يعني هي السعاده مكمنها فين؟ ربنا عز وجل ليطمئن قلبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فربنا عز وجل زي ما خلقنا هو اعلم بينا، قال لنا يا جماعه كل الناس عايزه تبقى عايشه سعيده. فالسعاده مش في حاجه غلط، او السعاده مش في حاجه حرام، او السعاده مش في شبهه حرام. مش هقول لك بقى حرام بقى، يعني على افتراض كل انواع الحرام والغلط. واحنا متفقين ان احنا بنتعلم ديننا من علمائنا ومن شيوخنا، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا والصحابه والتابعين والصالحين فقالوا لنا ان الكلام ده ما ينفعش، بالقران ما ينفعش، بالسنه ما ينفعش، حرام. فانا بعمله على اساس ان انا عادي. هل لو احنا قلنا كلمه عادي دي من امر ربنا عز وجل في الاخره واتسال اقول عادي؟ ما مالهاش اجابه، لان احنا كلنا عندنا 3 اسئله هنتسالهم في القبر كلنا. بنتكلم شباب وبنلبس زي الشباب، بنتكلم زي الشباب وسنين قريب من بعضه، كله في العشرينات 25 وانا 27 وهكذا، كلنا 22 كل السن قريب من بعض. بس اللي مات عنده 20 زي اللي مات عنده 18 زي اللي مات عنده 30 زي عنده 60، كلنا هندخل القبر ونتسال.
من ربك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم وما دينك. فاكيد اجابه السؤال محتاجه تركيز ومحتاجه تفكير. فالحياه انا شايف ان ما فيهاش وقت يضيع في غلط، بالعكس ده احنا لما نسيب بنت، واخد قرار دلوقتي لاي واحد او بيسمعني او بنت بتسمعني ان انا هسيب الراجل صاحبي ده او هو هيسيب صاحبته دي عشان يرضي ربنا، انت متخيل قد ايه الحياه يكون فيها بركه وفيها خير وفيها. ليه احنا بنقول مش عارف اركز، مش عارف كذا، مش عارف اذاكر، مش اكيد في حاجات كتيره شغلاك. مستحيل ولد يتكلم بنت حتى لو ايا كان النوايا الصافيه انه مش هيفكر فيها، مستحيل. صعبه جدا. حاجه كمان ودي برضو هقولها واسمع منكم. الحاجه اللي كمان دي بتقول زي ما انا بفكر فيها كتير، او هي انتوا عارفين امريكا اللي احنا ربما نكون حاجات يعني معظم اللي عندنا ده من عندهم. خدوا قرارات دلوقتي يمكن في اكتر من الولايات الامريكيه، اكتر من ولايه، ان هم منعوا دلوقتي ان يكون في مدارس او جامعات فيها بنات وولاد. ليه؟ خلوا البنات لوحدهم في الثانوي وفي الدراسه كلها بما فيها الجامعه، وخلوا الولاد لوحدهم. ده ابحاث منشوره لسه من اكتر من حوالي شهرين ثلاثه معتمده من عندهم. قال لك السبب ايه؟ السبب 4 حاجات. سوء الاخلاق بقت سيئه جدا، ضعف التركيز تماما، ما بقوش مركزين، ضعف التحصيل الدراسي، زياده التشتت والتشرد في العقول وفي الافكار. ده امريكا اللي جابت لنا ده. لقيت ان الموضوع فيه مصايب، يعني هي لا عندها حرام ولا عندها حلال، ولكن عندها ايه؟ جابتهم من منظومه حتى الدنيا، من منظوم حتى الايه؟ من المنظور الدنيوي اللي هو بتاعهم، ان عايزين نحصل، عايزين ننجح ونتفوق، وعايزين. نتيجه الصحوبيه دي ممكن تكون ايه يا احمد؟ نتيجه الصحوبيه اللي هي ان انا مصاحب بنت ايا كان تحت ايا كانت المسميات، انا شفتك مع بنت ان شاء الله تكونوا بتعملوا اي حاجه واحده، يعني مش واخد بنت في جنب. لا انا ماشي، انا بتكلم على الاختلاط عموما يعني. اصل الاختلاط ده ما هو كل اللي احنا هو في الجامعه ده بقى اسمه اختلاط بقى عادي. اختلاط ولاد على بنات. طبعا لازم. تمام. طيب انت شايف الصحوبيه، انا ماشي مع بنت تمام، انت شايف نتيجه ده بعد كده ايه؟ هل ممكن يكون ده هيطلع عليا كلام بعد كده ان انا ماشي مع بنات ايا كان بقى انت لوحدها فلازم يطلع كلام. تمام. طيب احنا بقى جروب 5 6 بنات على 5 6 صبيان، بنتعاون في ايه؟ ما هو بره الجامعه مفيش تعاون. ما هو بره الجامعه ما بقاش تعاون، يعني مجرد ان انا عارف دي وهي عارفه وهي عارفاني وخلاص. طب ليه اصلا من البدايه؟ ما عشان انت هتتجوز منين بقى؟ هتعرف منين بقى؟ لا هتتجوز منين دي اولا اللغه العاميه، يعني ما حدش هيتجوز غير مين؟ غير مراته. صح ولا انا غلطان؟ ما حدش هيتجوز غير مراته. كل بنت بتسمعني، كل ولد ما حدش هيتجوز، يعني الولد مش هيتجوز غير مراته والبنت مش هتتجوز غير جوزها. فدي احنا كده دخلنا في قضيه ارزاق. طب اقول لك على حاجه، تعرف انت فكرتني بايه؟ فكرتني مع فرق التشبيه، يعني تلاقي مثلا حرام سرق بقى معاه 100,000 جنيه، في حين ال 100,000 جنيه دول بتوعه اصلا رزقه، بس هو استعجل عليهم فجابهم بطريق غلط. كذلك اللي يقول انا هتجوز مين؟ هي زوجتك دي مش مكتوبه لك رزقك؟ مكتوبه. طب هل اخدها بالطريق ده؟ ينفع؟ بس هو معظم اللي ما بيتعاملش مع البنات تتجوز بتحصل له مشاكل دايما. ما بقاش فاهمها. المشكله فعلا في موضوع الخبره والاحتكاك. انت احتكيت بالبنت. لا ما هو الخبره والاحتكاك ده هيجي بممارسات الحياه. انت ليك بنات، ليك اخواتك وليك قرايبك، مش يعني انت ما تفهمنيش انت ما هو قرايبي زيهم زي البنات اصحابي. لا مش زيهم زي بنات اصحابي. يعني تتعلم منهم خبره، تتعلم منهم قدوتك، ان انت ما تعملهمش زي ان انا بعلم اي حد. لا ده دول يعني ببقى انا مهتم بيهم جدا. طيب احنا بنشكرك جدا.